أشعل اللاعب بلدي نجم برشلونة المباراة ضد ختافي اليوم بالتعدي على المغربي إسماعيل بخوشة لاعب المنافس ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا. فقبل نهاية المباراة سدد بلدي كرة خارج الملعب ليستفز بخوشة محتفلا في ظل اقتراب المواجهة من الانتهاء 1-1. فرد اللاعب الإسباني بصفعة على وجهه، وسريعا ما أشر الحكم البطاقة الصفراء في وجه بلدي. ثم هانز فليك مدرب برشلونة ومهاجم الفريق الكتالوني رافينيا بسبب الاعتراض. وتسببت هذه الصفعة في أزمة بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفريقين. وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، كما رفع ختافي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الستاشر. وأكد بلدي في تصريح لشبكة موفي ستار عقب المباراة أنه تلقى إهانات عنصرية خلال الشوط الأول. ولحد هنا نكون وصلت الفيديو. متنساش الاشتراك وفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.